كان في مدينة كلها بتلمع، البيوت متزوقة، الناس لابسين أفخر ما عندهم، وكل واحد فيهم شايف نفسه أهم واحد في العالم. لكن كان في واحدة مفيش زيها، كانت اسمها ليانا. ليانا دي كانت جميلة، لا لا لا، مش جميلة، دي كانت أكتر من جميلة. كان شعرها دهب، عينيها بتلمع، ومفيش شارع تمشي فيه إلا والعيون كلها تلتفت لها. لكن ليانا ما كانتش بتحب غير حاجة واحدة بس، المراية. أيوة زي ما سمعتوا، المراية. كل يوم قبل ما تبدأ يومها كانت تقف قدامها وترفع راسها وتقول: أنا الأجمل، أنا الأذكى، وأنا بس اللي أستحق كل حاجة. بس في الحقيقة قلبها كان فاضي، كل حاجة عندها كانت منظر، مفيش جوهر. وفي يوم دخل المدينة تاجر غريب، معاه مراية مغطية بقماش أحمر، وقال جملة واحدة بس، قال: خلي بالكم، دي مش مراية الحقيقة، دي بتعكس، مش ما بتعكس وشك، دي بتعكس روحك. ليانا قعدت تضحك وراحت قالت: أنا هشتري المراية دي، أنا أصلا جميلة من جوه ومن بره، مش فارقة كتير. لكن في أول ليلة لما فتحت القماش صرخت صرخة كبيرة جدا. عندها حق، أصل اللي شافته ما كانش وشها، كان وش غريب جدا، كان باهت، كان عابس، مغرور، قاسي. كانت دي نفسها بس من جوه. ومن هنا بدأت الرحلة. خافت كتير وراحت لجارتها ربا. ربا دي بقى كانت بنت بسيطة، دايما مبتسمة وبتساعد الكل. راحت ليانا قالت لها: ساعديني يا ربا، أنا عايزة أغير اللي جوايا، أعمل إيه؟ ربا قالت لها: ابدأي باللي عمره ما كان في بالك، يعني ساعدي غيرك، اسمعي، حسي باللي حواليكي، بلاش تبقي بعيدة قوي يا ليانا. ومن هنا ليانا بدأت تمشي الطريق الصعب، غسلت أطباق، لبست أطفال يتامى، خيطت هدوم للبنات الغلابة. وشوية شوية كانت المراية بتتغير معاها، وشها بقى فيه هدوء، عينيها بقى فيها نور، مش نور التجميل، لا خالص، دي نور الطيبة. وفي ليلة مطر غرقت المدينة كلها، والكل بقى يجري يستخبى إلا ليانا. ليانا بقت توزع بطاطين، وشالت أطفال من المية، وساعدت ست عجوزة إنها تهرب من الغرق. رجعت بيتها مبلولة بردانة لكن مبسوطة. وقفت قدام المراية، كانت المفاجأة، المراية بقت نور، وشها فيه بقى جميل جدا، بس مش زي زمان، لأ، كان فيه نور وروح، فيه راحة ضمير، فيه قلب نضيف. ومن يومها بقت ليانا رمز للخير في المدينة، والناس حبوها مش علشان شكلها، لأ خالص، عشان قلبها اللي اتفتح واللي خلى جمالها يبان من غير ما تتكلم. ولما كان حد يسألها: ايه اللي خلاكي تتغيري يا ليانا؟ كانت تضحك وتقول: مرآة ما كانتش بتوريني شكلي، كانت بتوريني قلبي. في ناس بتتغر بجمالهم، وناس بتتغر بمالهم، لكن في الآخر المراية هي اللي تهم، هي اللي بتشوف فيها احنا من جوه، احنا مين اصلا، احنا جوانا ايه، هل احنا لابسين ايه من بره؟ مش مهم، المهم ايه هو اللي من جوه. نظف روحك تلمع ملامحك، لان اللي جوه دايما بيطلع لبره. وجينا كده لنهاية قصتنا، قصة قصيرة بس أتمنى إنها تعجبكم. وكل اللي أنا بطلبه منكم هو دعمكم، اللي مشترك في القناة لايك وكومنت حلو زيك، واللي مش مشترك يدعمني بالاشتراك. وأشوفكم على خير في قصة جديدة، ومع السلامة.